نرحب بكم متابعينا الأوفياء وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله ضمن فيديو جديد ووصفة جديدة وضمن الاقتراحات ديال العيد إن شاء الله غادي نحضروا مع بعض أروع كيكة بريستيج بالشوكولاتة والإيفيلي كتجي غاية في اللذة مع كريمة اللي كتجي بنينة بزاف. وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة للإخوان والأخوات اللي يلاه كيلتحقوا بالقناة وبلي باج. كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم. كنتمنى الاقتراحات اللي كانت قاسمها معكم تنال الاستحسان ديالكم وذوقكم. كيف العادة ما تمشيو فين، خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة من الأول حتى للأخير مع جميع المراحل ديال التحضير، المقادير والطريقة، أسرار نجاح الوصفة. على بركة الله غادي نبداو الوصفة ديال اليوم، ما تمشيو فين. كنرحب بكم متابعينا الأوفياء مرة أخرى، وغادي نبداو الوصفة ديالنا على بركة الله مباشرة. غادي ندوزو للطريقة مع المقادير في نفس الوقت. فواحد لوبول اللي ناشف من الماء غنحتاج معاكم 3 ديال البيضات يكونوا كبار، وأهم نقطة يكونوا بحرارة المطبخ. باش غادي نستعمل الكيك غنحتاج معاكم معلقة صغيرة ديال بودر فاني اللي ممكن نعوضوها بجوج ساشيات ديال سكر فانيليا، كأس عنبة سنيدة تكون رقيقة ما يعادل 150 غرام، وغنضيف معكم رشه ديال الملح لتصحيح الذوق، ضروري انكم تستعملوها في لي كيك. كنضيف معكم كاس عنبه زيت نباتيه ما يعادل 150 غرام. هكا كنعطيكم المقادير بالغرام وبالكاس. مباشره غادي نبداو نخدموا المكونات ديالنا جيدا. في هذه المرحله ممكن انكم تخدموا بالطراب اليدوي، كيف ما ممكن انكم تخدموا بالخلاط الكهربائي او خلاط ديال العصير، يعني هنا كيبقى لكم نتوما الاختيار. هنا كيف ما كتلاحظوا كنبقى نخدم المكونات ديالي جيدا حتى كيندمجوا العناصر كلها مع بعضياتها، كتذوب معنا داك السنيده واحد شويه وكيتفتح لينا اللون ديال الخليط. باش هكا كنحصلوا على واحد الكيك اللي كيجينا خفيف كيجي مهوي والنتيجه زوينه بزاف. هنا غنحتاج معكم جوج ساشيات ديال الكاكاو المر، ومن الافضل انكم تستعملوا هذه النوعيه، كتعطينا لون وكتعطي مذاق. وكيف ما كنقول الاخوات الا عندكم هكا الكاكاو ديال العبار من الافضل انه يكون نوعيه جيده. كتضيفوا واحد الملعقه كبيره وكتخدموها مع الخليط ديالكم. داك الساعات كتشوفوا الا كان اللون هو هذاك الله يجعل البركه. لاحظتوا ان اللون هكا مازال مفتوح واحد شويه، كتزيدوا شويه ديال الكاكاو. فبالنسبه لي انا في هذا القياس هذا غتحتاجوا جوج ساشيات ديال الكاكاو، لانه كيعطي كيف ما قلت لكم لون ومذاق. وكيف ما كنقول الاخوان والاخوات فهاد الكيكه هذه عطيتها لكم كاقتراح تحضروها في اخر لحظه، باش هكا تنوعوا بها في المائده ديال العيد قدام الضيوف ديالكم، ولما لا غير قدام وليداتكم، شي حاجه اللي غزاله هماويه ورائعه. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما خدمت الخليط ديالي جيدا كنضيف كاس عنبه ديال الحليب ما يعادل 150 غرام، وكنخدم المكونات ديالي على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. وكيف ما كنقول الاخوات اللي يلاه كيلتحقوا بالقناه ان شاء الله باذن الله غنخلي لكم بعض الوصفات اللي سبق لي شاركتهم معكم ديال لي كيك، باش هكا اي اقتراح يعجبكم تحضروه ان شاء الله باذن الله. هنا كيف ما غادي تلاحظوا غنبداو في الاضافه ديال الدقيق. بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني على الكميه ديال الدقيق غنحتاج معكم 300 غرام. في هذه المرحله كنضيف معكم جوج كيسان ديال العنبه ما يعادل 200 غرام، وكنخدمهم على هذا الشكل هذا. وكيف ما كنقول دائما دقيق يكون نوعيه جيده، واهم حاجه تخدموا على هذا الشكل هذا ضروري انكم تضيفوا جوج كيسان في الاول وكتدمجوهم مع الخليط مزيان مزيان. عاد الكاس الثالث كتضيفوه اما على دفعات اما غادي تستعملوا كيف ما استعملت انا. لاحظوا معايا كنضيف معكم كاس الثالث ما يعادل 300 غرام، يعني في المجموع استعملت معكم 3 ديال الكيسان ديال العنبه اللي هي 300 غرام، وكنخدم الخليط ديالي جيدا. وهنا غادي نعطيكم واحد الاسرار اللي هي جد مهمه. الا مشيتوا انكم خدمتوا الخليط ولاحظتوا انه ثقيل واحد شويه، ما تخافوا حتى شي حاجه، غادي تاخذوا واحد ربع كاس ديال الحليب كتضيفوا معلقه بمعلقه وانتم كتخدموا الخليط ديالكم حتى كيكون القوام ماشي ثقيل وفي نفس الوقت ماشي خفيف. هنا كيف ما كتلاحظوا غنضيف معكم جوج ساشيات ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، وغادي ندوزهم في هذا المصفات. وكيف ما كنقول الاخوات دائما خذوا الخميره تكون جديده، باش هكا كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. غنضيف معكم معلقه ونص ديال الخل وكنديرهم مع الخميره باش كيتفاعلوا، منها كنحصل على واحد التفاعل وفي نفس الوقت كيعطيني واحد النتيجه للكيك ديالي، يعني الكيك كيجينا خفيف وكيجي هشيش في نفس الوقت. وكنبقى نخدم في الخليط ديالي ودائما بحركه دائريه حتى كتندمج العناصر كلها مع بعضياتها، وكنحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس، ما كيكونش خفيف اكثر من القياس وما كيكونش ثقيل اكثر من القياس. وكيف ما كنقول الاخوات
دائما غير تبعوا الطريقه وتبعوا هكا المقادير اللي كندرج معكم، وان شاء الله باذن الله اي وصفه غادي تحضروا الا وغتعطيكم واحد النتيجه غزاله بزاف. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي احتاجت معكم 3 الكيسان العنبه ما يعادل 300 غرام، وانتم الا لاحظتوا ان الخليط ديالكم ثقيل واحد شويه كتضيفوا واحد 2 معالق ديال الحليب. مباشره غنحتاج معكم المول اللي غادي ندخلوه هكا للفران، كندهنوه بالزبده وكنلبسوه بالدقيق. انا احتاجت معكم هذه النوعيه هذه، وانتم اي مول عندكم ممكن تخدموا فيه. كنهزوا يدينا للفوق كنفرغوا الخليط ديالنا، ودائما كنعليو يدينا باش الخليط كيتهوى وكيعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ممكن انكم طيبوا في الفران اللي كيكون مسخن من قبل على 180 درجه. الا كان فرن ديال الغاز كديروه على نار مهيله، وممكن انكم طيبوا الكيك فرن بارد. الفرق الوحيد كيكون في الطريقه الاولى والثانيه هي الوقت، يعني الوقت ما كيكونش قد الا دخلنا الكيك الفران مسخن من قبل غياخد معنا مده اقل، هذا هو الفرق الوحيد. كنخلي الكيك ديالي حتى كيطيب وكيتحمر وكنخرجوا على هذا الشكل هذا من بعد ما كنقلبوا بواحد الكوردون. وكنلاحظوا ان الكيك ديالنا طاب، كنخليه غير دقيقه د المكانه حتى كيدفى غير واحد شويه، كنديموليوه ما كنخليوهش نهائيا في المول باش هكا الكيك ديالكم ما يتعجنش معكم وما ينديش نهائيا. هنا من بعد ما كنديمولي معكم الكيك على المنديل ديال المطبخ كتلاحظوا القوام ديال الكيك، فالكيك كيجي هشيش كيجي خفيف بلا طراب، غير بالخلاط اليدوي غتحصلوا على واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. هنا غادي نخلي الكيك ديالي يبرد، من بعد ما برد الكيك غادي ندوز ناخذ نفس المول اللي طيبت فيه الكيك باش هكا غنوريكم الطريقه كيفاش هكا تحطوا الكيك ديالكم في الطبق ديال التقديم للاخوات المبتدئات. هاد النقطه هذه كنوريها الاخوات اللي يلاه اول مره يحضروا الكيك. هنا غادي ناخذ معكم الورق النشاف وغادي نحطوه على الكيك ديالنا، كناخذوا اي طبق ديال التقديم وكنحطوه على الكيك وكنقلبوه بكل سهوله. فبالنسبه لي هذا المقطع خليته للاخوات المبتدئات لانني غادي نقدم الكيك في طبق اخر، مع ذلك بغيت نخلي لكم هذا المقطع وتشوفوا الطريقه كيفاش تقلبوا الكيك بكل سهوله. مباشره غادي ندوز نحضر معكم الكاناش اللي غادي نزينوا به الكيك ديالنا. غنحتاج معكم ما بين 12 قطعه حتى ل 16 قطعه شوكولاته السوداء. فبالنسبه للاخوات اي نوعيه عندكم متوفره ممكن تخدموا بها، بديل شوكولا او باتا غلاسي او شوكولا غيش، اي نوعيه كتفضلوا خدموا بها. وغنحتاج معكم ربع كاس ديال الحليب، ما كنضيفوش دقه واحده، كنبقاو نضيفوا معلقه بمعلقه وحنا كنخدموا. كيف ما كتلاحظوا معايا دائما الحليب يكون عادي يعني من الثلاجه، كنبقاو نضيفوا بمعلقه وحنا كنخدموا في داك الشكلاط. واخا تلاحظوا انه ضاع معكم بالعكس ما توقفوش، كتستمروا هكا في الخدمه ديالو حتى كيرجع كيف ما كان وكتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. هنا كنخلط معكم بالخلاط اليدوي، كنبقى نخدم داك الخليط مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكاناج اللي كيكون ليس وكيكون الملمس ديالو ناعم. واخا تلاحظوا انه طلق معكم الدهون ديالو بالعكس كتبقاو تخدموه مزيان، يا اما تخدموه في واحد الكاسرول يا اما تخدموه في واحد الاناء حتى كيولي على هذا الشكل هذا. وكيف ما كنقول دائما غير تبعوا هذه الطريقه وان شاء الله هتحتاجوا هذا الكاناش ماشي غير في هذا الكاطو هذا، ممكن تخدموا به حتى لي صابلي هكا تلصقوا به، فهو كيجي غزال بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق تجربه. كتحصلوا على واحد الكاناش اللي كيكون ليس الملمس ديالو ناعم، وكيف ما كنقول دائما ماشي توصلوا لمرحله انه هكا يخسر معكم تحبسوا، بالعكس كتبقاو تخدموا فيه حتى كيولي على هذا الشكل هذا. في هذه المرحله غادي نديروا في واحد البلاستيك، انا هنا خديت معكم غير البلاستيك ديال 2 ريال، ممكن تحتاجوا هكا بوجو طابل ولا واحد السورانغ ولا اللي عندكم هكا باش كديروا هكا داك التزيين من الجناب. هنا خديت معكم بلاستيك ديال 2، كنحزمها على هذا الشكل هذا وكنحيد داك الفائض ديال البلاستيك باش ما كتعذبناش. كنقطعوا هكا واحد الثقب اللي كيكون صغير ولا كبير على حسب نتوما التزيين اللي بغيتو، وكنبقى كنزين في الكيك ديالي وانا كندور على هذا الشكل هذا. ممكن انكم تبقاو تطلقوا هكا داك الدميعات، كيف ما ممكن انكم ديروا غير زيكزاك على هذا الشكل هذا وكتزينوا به الكيك ديالكم. وكيف ما كنقول الاخوات دائما كنحاول ما امكن نعطيكم جميع التفاصيل باش تحضروا هذا الكيك وتفرحوا بها وليداتكم وتحضروها حتى للضيوف، شي حاجه همويه وديال النهار الكبير. وكيف العاده كنوجه تحيه كبيره للاخوان والاخوات اللي يلاه كيلتحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم. كنتمنى الوصفات اللي كنشاركها معكم تنال الاستحسان ديالكم وتروقكم، وكنوجه شكر خاص للاخوان اللي يلاه كيلتحقوا بالقناه جداد. كنشكركم جزيل الشكر على التعاليق الطيبه، واكيد ما كنساش الناس اللي ديجا معايا في القناه حتى هما كنقول لكم الله يسهل عليكم ويعطيكم ربي ما كتمناو. راه اي وصفه كندرجها معكم الا كنعطيكم جميع النقاط ديالها باش ان شاء الله تحضروها وتنجح معكم هكا وتفرحوا بها العائله ديالكم وتخدموا حتى لي كوموند. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما كملت الكميه ديال الكاناش هكا قديت على هذا الشكل هذا،
وكناخذ الكاوكاو ايفيلي. فبالنسبه للاخوات في هذه المرحله ممكن تزينوا باللوز ايفيلي، ممكن تزينوا بالكونكاسي، ممكن تزينوا بالبيستاج، يعني كيبقى الاختيار لكم. انا هنا كنعطيكم اقتراح وانتم كتزينوا باش ما بغيتوا. كيف ما ممكن انكم تاخذوا الفيرميسيل شكلاط كتلونوا هكا واحد الملمع ذهبي وكتحطوه فوق الكاناج ديالكم حتى هو كيجي راقي في الشكل. اما المذاق حتى كتجربوا هذا الكيك هذا اكيد عاد غادي تردوا عليا ان شاء الله باذن الله. مباشره غادي ندوز نحضر معكم الكريمه ديال الشوكولاته. في الكاسرول غنحتاج معكم 2 كيسان عنبه ديال الحليب ما يعادل 300 غرام، وغنضيف معكم 2 معالق كبار ديال سنيده تكون رقيقه. غنضيف معكم ساشي ديال الكاكاو المور، والاخوات الا كانوا ما كيتوفروش عليه غتضيفوا معلقه صغيره ديال الكاكاو. كيف ما ممكن انكم حتى كتخلطوا الخليط وإلا بقى خاصكم هكا الكاكاو فانتم كتزيدوا. كنضيف معكم ساشي ديال الفلون د الكراميل ولا الشوكولاته اللي عندكم خدموا به، وكنضيف معكم معلقه ونص ديال بودره الكريم باتيسير اللي ممكن نعوضوها بالنشا. كنخدم الكل جيدا على هذا الشكل هذا، وملاحظه غنشير بها الاخوات فانا ما درتهاش، نتوما حاولوا انكم تردوا ليها البال. من بعد ما كتخدموا الخليط ديالكم جيدا حاولوا انكم تصفيوه هو الاول، عاد كديروا في الكاسرول كتردوه فوق نار دائما النار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر كيوصل درجه الغليان وكيتقال معنا، وكنفرغوه مباشره. فبالنسبه لي انا استعملت معكم هذا المصفات لانني ما صفيتش الخليط، وانتم حاولوا انكم تصفيو الخليط ديالكم باش هكا كتفرغوه مباشره. يعني كتبقاو تفرغوا الكميه على حسب المول اللي عندكم. فبالنسبه لهذا المول عندي انا ما كيهش كميه كبيره ديال الكريمه. نتوما الا كان عندكم داك المول اللي كيكون شويه غارق فهو غادي يهز معكم هذا القياس ديال الكريمه وغتحصلوا على واحد النتيجه اللي غزاله بزاف. هنا بنفس الكيفيه كنحاول نقاد الكريمه ديالي. من بعد ما كنقادها وكتكون على هذا الشكل هذا كنحيد منها داك الفقاعات وكنخليها حتى كتبرد تماما. عاد غادي نزينها معكم بالايفيلي اكيد وحبيبات الباستا، وغادي نزين معكم بالورد البلدي اللي كتعطي واحد اللون اللي جميل. وكيف ما كنقول الاخوات لاحظوا معايا الشكل النهائي ديال كيكه بريستيج بالشوكولاته والايفيلي كتجي غزاله بزاف. وكيف العاده الا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير تبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء والمعارف ديالكم، تشاركوها في مواقع التواصل باش كتشجعوني ندرج معكم الجديد والمزيد ومنها كتعم الفائده. وإلا عجبتكم الوصفه كيف العاده ما تبخلوش عليا بالتعاليق الجميله اللي دائما كتحفزني ندرج معكم وصفات مختلفه ومتنوعه. كيف العاده عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وانتم باش كتمناو. وكيف العاده ما سخيتش بكم وصفتنا وصلت لنهايتها. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى الملتقى في وصفه قادمه ان شاء الله، مع السلامه.